بتبدأ أحداث مسلسلنا سنة 1980 في كوريا الجنوبية، وفي الوقت ده بيكون في ثورات شديدة جدا والبلد مش في أحسن أحوالها السياسية، والثورات دي طبعا بينتج عنها إصابات كتيرة وخطيرة. وبطلة مسلسلنا بتكون هي كيم، بتكون ممرضة في مستشفى جوانجو الحكومية وبتبقى شاطرة جدا في شغلها، وبنعرف إن هي بتشتغل ضعف الشغل العادي، وده لأنها بتكون محتاجة فلوس في أسرع وقت. وبيدخل شاب اسمه تاي المستشفى اللي كانت فيها وبيعدي من جنبها، ولكن مش بيبقوا عارفين بعض، وبيبقى عايز يقابل المدير وقتها. وفي الوقت ده بيكون في مريض منحرف بيحاول يعاكس ممرضة في المستشفى، ولكن كيم بتخلي الممرضة دي تمشي وبتقول للمريض انها هي اللي هتعالجه، لكنه بيقول لها انه عايز الممرضة التانية لانها احلى منها. فكيم بتضربه على ايديه وبتقول له كده عيب، بس المريض ده بيمسكها من هدومها وبيقول لها ان هي اكيد ما تعرفهوش، وهو بقى هيعلمها الادب. اما بقى عند طايفة بيبقى عايز ينقل المريضة من مستشفى سول لمستشفى جوانجو، بس المدير بيقول لطاي ان المريضة دي في غيبوبة والنقل هيبقى صعب ومحتاج فلوس كتير، فبيقول له طاي انه هيوفر له الفلوس دي في اقرب وقت. ولكن المدير بيكون شخص عديم الاحساس وبيقول له ان مفيش مريض هيدخل عنده غير لما يدفع الفلوس، وبيحاول انه يقوم يمشي، بس تاي بيقف قدام الباب وبيفضل يترجاه. بس فجأة تاي بيترمي على الكرسي، وده لان الباب بيتفتح بقوة من وراه، وبيكون المريض المنحرف ده ماسك في كيم وعمال يشتكيها للمدير. وعشان المريض ده غني وشخص مهم، فكيم اللي بتتهزق مش المتحرش. بس كيم مش بتستحمل اللي بيحصل لها ده، وبتمسك ايد المريض وبتلوها له وبتخليه يصرخ من الوجع. فبيزعق لها المدير ومش بيديها فرصة تدافع عن نفسها، وبيطردها كمان بره المكان. فبعدها بيروح تاي للمدير وعلى وشه ابتسامة مستفزة، فبيزعق له المدير وبيطرده هو كمان. وبنروح لبنت بعدها اسمها سو، وبتكون مخبية وشها وعمالة تهرب من الضباط، ولكن في لحظات بتقدر تغير هدومها وبتتحول لواحدة تانية خالص. وبنعرف ان سو دي تبقى صاحبة كيم المقربة، وبتروح لها المستشفى وبتطلب منها تيجي علشان تطلعها اوضتها. وبنعرف ان موضوع هروب سو من الضباط شيء عادي جدا، وده لانها بتبقى عضوة مهمة جدا في جماعة سياسية معترضين على اللي بيحصل في البلد. وبتروح كيم مع سو لبيتها وبترن الجرس وبتقول انها صاحبة سو ولازم تطلع لها دلوقتي حالا. وفعلا الباب بيتفتح وبتروح سو تستخبى، وبتقول كيم للخادمة اللي بتطلع لها انها عايزة تطلع لسو دلوقتي، فبتدخلها. وفي الوقت ده سو بتقلع الكعب اللي هي لابساه علشان تطلع اوضتها، بس ابو سو بيقابل كيم وبيعرف ان بنته لسه ما صحيتش، فبيقرر يصحيها بنفسه وبيروح علشان يفتح الباب، ولكن بيلاقيه مقفول. وفي الوقت ده سو بتبقى متشعلقة على سور البيت علشان الشباك بتاعها مش عايز يتفتح، ولكن ابوها بيقدر يفتح الباب اخيرا. فكيم بتقول في دماغها خلاص ان البنت دي اتكشفت، ولكن سو بتكون قدرت تدخل بمعجزة وكمان غيرت هدومها وبيبان انها لسه صاحية من النوم. وفي الوقت ده تشان اخو سو بيكون راجع من السفر وبيطلع اوضة اخته علشان يفاجئها، ولكن هو اللي بيتفاجئ لانه بيكون فاكر ان كيم هي اخته. بس الاتنين بيفرحوا لانهم بيبقوا عارفين بعض من قبل كده، وتشان مش بيبقى مصدق ان كيم الطفلة البريئة بقت هي البنت الجميلة اللي واقفة قصاده. وطبعا سو بتكون فرحانة هي كمان برجوع اخوها، وخصوصا انه جايب لها هدايا كتير. وبيقرر تشان يوصل كيم لمشوار مهم، وهي بتوافق بس مش بتخليه يستناها وبتقول له يرجع. وبتكون رايحة وقتها تقابل جون ومين، ودول يبقوا اصحابها وزمايل سوا في نفس الجماعة السياسية. وبيديها جون رسالة في ايديها وبيقول لها تفتحها بنفسها، ولما كيم بتفتحها بتطير من الفرحة، وده لانها اتقبلت في جامعة في المانيا وتقدر تكمل دراستها بره كوريا. فبتشكرهم على الخبر الجميل ده وبتقول لهم انها لازم تمشي دلوقتي علشان تعرف اهلها، ولكنها بتقابل تاي في وشها وبيقفوا الاتنين يتأملوا في بعض. بس كيم بتكمل طريقها وبتمشي، وبنعرف ان تاي وقتها هو وجون صحاب. وبتروح كيم لراهب في الكنيسة بعدها علشان تعرفوا الخبر ده، وبنعرف ان هي بتعتبره زي باباها بالظبط. فبيقول لها الراهب انه قدر يوفر لها تذاكر طيران سريعة علشان تلحق الدراسة، ولكن لازم تدفع فلوسها قبل ما تسافر، وبيكون قدامها شهر واحد بس تجمع فيه المبلغ ده. وبالرغم ان الموضوع بيبقى صعب جدا عليها الا انها بتبقى متفائلة برضه، وبتتصل كيم باهلها علشان تعرفهم الخبر. ولكن لما باباها بيرد عليها بتقفل في وشه، فبتتصل تاني. فباباها بيعرف ان هي مش عايزة تكلمه لان في بينهم خلاف عائلي، فبيروح ميونج علشان يرد، وده يبقى اخوها الصغير، وهما الاتنين بيبقوا قريبين جدا من بعض. بس بتيجي بعدها مامتها وبتاخد منه التليفون وبتكلمها وبتعرف ان هي هتسافر قريب، ولكن لسه ناقصها فلوس. وبالليل بيكون جون واخد تاي يسهر معاه لان بقالهم زمن ما شافوش بعض، ولكن المكان اللي المفروض يسهروا فيه بيكون مكان تجمع صوب الجماعة اللي هي فيها. وبتروح سول تاي وبتبقى شاكة فيه ومفكراه جاسوس، ولكنه بيقول لها انه مش مهتم بيها ولا بالجماعة بتاعتها ولا بالسياسة اصلا. بيسيب المكان كله وبيمشي، فبيجري جون وراه. وبنعرف ان كيم عايشة مع واحد وبتخدمه هو وبنته، وده لان مراته ميتة وطبعا مش بتدفع له ايجار. وبنروح بعدها لسو علشان تطبع منشورات سياسية في مصنع باباها، ولكن الحراس بيقبضوا عليها هي وجماعتها. وبيبات تاي وقتها مع جون الليلة دي، ولكن وهو نايم بيدخل عليهم واحد وهوب بيضربه بالقلم، وده بيكون باباه. فبيرجع تاي معاه البيت، وهناك بيقابل مرات ابوه واخوه من الاب واللي بيكون اسمه جونج. بس تاي بيكون قاعد يكتب حاجة، وبنعرف ان باباه ضابط شرطة قاسي وبيكون مخليه يكتب تقرير هو ليه ساب سول اللي كان عايش فيها ورجع جوانجو من تاني. فبيقول له تاي انه اجل تخرجه لسنة كمان
كمان، وبنعرف انه كان في كلية الطب ودي اخر سنة خلاص، ولكن مش بيكون قادر ينزل تدريب ومش عايز يقول السبب، بس باباه مش بيستناه وبيقول له انه فاشل وعامل زي الزرعة البايظة اللي هو تعب كتير في الاهتمام بيها، بس باين انها لازم تتشال من جذورها وتترمي. فبينزل طاي على ركبته وبيطلب من باباه فلوس، وفي المقابل هيسمع كلامه في اي حاجة، وبيروح بعدها طاي لمدير المستشفى، وبنعرف ان باباه وافق يديله الفلوس، وكده المريضة اللي معاها هتتنقل للمستشفى دي. وبنعرف بعدها ان تم اخلاء سبيل سو، وده لانها هتبقى بنت صاحب المصنع اصلا، ولكن سو مش بتبقى عايزة تمشي وعايزة اصحابها يخرجوا كمان معاها، بس مش بيكون مسموح لهم بالخروج. وبترجع لباباها اللي بيكون متعصب منها جدا وبيقول لها ان هي عايزة تحبسهم بسبب حركات الانقلاب بتاعتها دي، لكن سو بتكون عايزة بس اصحابها يخرجوا، وبتقول لباباها ان هي هتعمل اي حاجة مقابل ده، فبيقول لها انه موافق مقابل انها تتجوز، وبيكون جايب لها عريس كمان وعايزها تروح تقابله. فطبعا سو مش بتقدر تعترض وبتشتكي وقتها لكيم على كل حاجة، فبتقول لها كيم ان هي اللي بتوقع نفسها في مصايب الصراحة، وبتحاول كيم تفرح سو وبتوريها رسالة القبول من الجامعة الألمانية، بس بتعرفها انها لسه محتاجة فلوس علشان تسافر، فبتقول لها سو ان هي هتديها فلوس الرحلة كاملة مقابل انها تروح مكانها في الموعد الغرامي ده، وبيكون مطالب منها تروح تقابل العريس 3 مرات، ولكن من اول مرة ترفضه والموضوع هيخلص. فبترجع كيم بيتها وبتفكر في الموضوع وبتوافق، وتاني يوم بتجيلها سو علشان تظبطها وتخليها بأحسن شكل، وبنشوف تاي ماشي في الشارع وبيحصل قدامه حادثة، وبيكون في عربية خبطت طفل صغير، فبيقف تاي مكانه وبيجيله ذكرى بتخليه مرعوب ومش قادر يتحرك، بس لحسن الحظ كيم بتبقى موجودة وبتروح تطمن اهل الطفل وبتقول لهم انه فاقد الوعي، وبتعالج جرحه بسرعة وبتقدر تفوقه. فبيكمل تاي في طريقه علشان يلحق المشوار اللي هو رايحه، وبيقعد في كافيه كده وبيبان عليه مستني حد، ولكن دماغه بتبقى مشغولة بكيم، وبيفتكر ان هي نفس الممرضة اللي كانت في المستشفى وقت ما كان مع المدير، ولكن بيقطع تفكيره كيم نفسها وهي جاية تقعد قدامه وبتقول له انها سو، وبنعرف ان تاي هو العريس المعروض على سو اصلا، فبيفرح تاي جدا وبيبان انه معجب بيها، فبتحاول كيم انها تسمع كلام سو وتحاول تخلي تاي يكرهها، ولكن بيكون موافقها على اي حاجة تقولها حتى لو غلط، وبيطلب منها يروحوا ياكلوا سوا كمان، فبتاخده كيم لأسوأ مطعم شعبي في المدينة، والمكان مش بيبقى نظيف وحاجة كده مقرفة جدا، فبتبقى كيم مفكراه هيقرف مثلا ويمشي، ولكن تاي بياكل بكل استمتاع، وبيقول لها ان هي لو فاكرة انها كده هتخليه يقرف فهي كده غلطانة، لانه عاش في ظروف أسوأ من كده بكتير. وبعد ما بيخلصوا بيروح تاي علشان يوصل كيم لبيتها، بس كيم بتخلي السواق يروح على بيت سو، ولما بيوصلوا بيقفوا قدام البيت بيكون تشان في نفس الوقت داخل البيت، فبتخاف كيم وبتخلي تاي يركب العربية وبتمشيه بسرعة، وبيطلب تشان من كيم انها تدخل، وبتقابلهم سو وبتاخد كيم وبيطلعوا لأوضتها، وبتعرف سو ان تاي مزعلش وكمان عايز يتقابلوا تاني وجاب لها هدية كمان. وبيرجع تاي بقى البيت وبيعرف من باباه ان الجوازة دي لازم تتم علشان مصالح شخصية بين العيلتين، وبيفضل تاي طول الليل يفكر في كيم اللي بيكون مفكرها سو اصلا. وتاني يوم بيقعد تاي مع عيلته علشان يفطروا، وبيعرف ان اخوه الصغير بيحب يمارس رياضة الجري، ولكن باباه مش بيكون موافق يخليه يمارس الرياضة دي، وبنعرف ان اخو كيم الصغير بيبقى مهتم بنفس الرياضة، وبيكون في مسابقة في المدرسة وكيم بتبقى واعدة اخوها انها تروح تتفرج عليه، وبالصدفة بيقابلها هناك وبينادي عليها بسو، ولكن مش بتلفله، بس بيروح يلحقها قبل ما عربية تخبطها، وبيقول لها ان القدر عايز يجمعهم ببعض، وبتسيبه طبعا علشان تركب الباص وتروح لمسابقة اخوها، ولكن تاي بيكون شاب مجنون وبيركب الباص وراها ومش بيخليه يتحرك، وبيقول لها انهم لازم ينزلوا في موعد تاني، ولكن كيم بتكون مكسوفة ومش عايزة ترد، بس الموظفة بتاعة الباص بتقول لكيم تنزل معاه وتخلص بقى علشان الباص يتحرك، فبتوافق كيم انها تنزل معاه، وبتروح لاخوها ميونج، وبيلاحظ ميونج انه افقر واحد بين المتسابقين، وده لان الكوتشي بتاعه بيكون مقطوع، وبيكون المنافس اللي جنبه هو اخو تاي. بس المسابقة بتبدأ وبيجري ميونج وبيبقى سريع فعلا، ولكن الكوتشي بتاعه بيتقطع خالص، فبيكمل ميونج من غيره وبيجيب المركز التاني بعد جونج اخو تاي. وبيعرف ميونج من مدير مدرسته انه اتأهل للفريق القومي لجوانجو وهيلعب باسم المدينة، وكمان بيروح لمدرب الفريق وبيبارك له شخصيا وبيقول له انه مستنيه، فبيروح ميونج لاخته وهو فرحان وبيبص لواحد وبيشاور له، بيكون ده باباه، فبتروح كيم وباباها لاقرب مطعم علشان تكافئ اخوها بوجبة هو بيحبها، والقعدة دي بتكون متوترة جدا بسبب خلاف كيم وباباها، وبتقول كيم لميونج وقتها انها هتشتري له كوتشي جديد علشان المسابقة بدل المقطوع ده، بس باباه بيقول لها تسكت لان هو اللي هيجيب له الكوتشي ده، وبيطلب ميونج انه يبات مع اخته الليلة دي، فبتوافق كيم، بس باباها بيحس انه مش مرتاح في القعدة دي، فبيقوم وبيخلي ميونج يقوم معاه، وبيروح ابو ميونج مع ابنه علشان يشتري له كوتشي المسابقة، وبيختار ميونج نفس الكوتشي بتاع جونج اخو تاي، وبيرجع ابو ميونج ابنه لكيم علشان يبات معاها زي ما كان عايز، وبيدخلوا وبياكلوا وبتدخل عليهم او باباها وبتخلي كيم تاكلها في بقها. وتاني يوم بيروح ميونج للتدريب مع صحابه في فريق جوانجو، وبيشوف جونج وهو نازل من العربية مع مامته، وبيعرف من واحد صاحبه ان جونج ده يبقى ابن غير شرعي ومامته مجرد عشيقة، فبيتصدم يونج وبيقول عشيقة بصوت عالي جدا، فبيسمعه جونج وبيتضايق، وبيرد جونج الحركة دي لميونج وبيقول عليه متسول لانه شاري نفس
نفس الكوتش بتاعه، ولكن التقليد مش الاصلي. فبيمسكوا في بعض علشان يتخانقوا، بس المدرب بيوقفهم وبيقول لهم ان هما الاتنين معاقبين. وبتروح كيم بعدها مع تاي لتاني موعد ليهم، وبيكون في مطعم غالي وبيبقى فيه ادوات كتير على الترابيزه، وكيم مش عارفه تاكل اصلا بايه. فبيحاول تاي ما يكسفهاش، وبيسال جرسون هياكل بانهي شوكه، وبيخلي كيم تسمع الاجابه علشان تعمل زيه. بس بالصدفه دكاتره المستشفى اللي كيم فيها بيبقوا قاعدين في الترابيزه اللي جنبهم، وبيفضلوا يتكلموا على كيم وبيقولوا انها متكبره ومش عايزه تسمح لحد انه يقرب منها. فبيتضايق تاي من اللي بيسمعه، وبيقوم وبيرمي مشروب على دماغ الدكتور اللي كان بيتكلم عنها. فبيقوم الدكتور يزعق لتاي، بس تاي بيقول له انه ما كانش يقصد، وبيحاول يستفزه اكتر. ولكن الدكتور وقتها بيشوف كيم، فبتقوم كيم مكسوفه وبتمشي. فبيطلع تاي فلوس للدكتور وبيقول له يروح يستحمى بيهم ويبطل يتكلم على كيم. وبيروح ورا كيم اللي بتكون وقعت ورجليها اتلوت، فبيشيلها تاي وبيروح يعالجها بنفسه. وبيكون الجو رومانسي جدا بينهم، وبيقول لها انه عايز يقابلها تاني الاسبوع الجاي، وبيعرفها انه معجب بيها من اول مره شافها فيها. بس كيم بتكون متفاجئه من كلامه، ولكن بتقول له انه دكتور شاطر علشان عالج رجليها، وبتبدا تحس بمشاعر من ناحيته. وبتروح كيم لسو علشان تعرفها ان هي قابلت تاي تاني، ولكن بيقاطعهم ابو سو لان بيكون في ضيف مهم عندهم وسو لازم تشوفه. فبينزلوا الاتنين وبيتفاجئوا ان تاي هو الضيف، وبيكتشف ان كيم مش هي سو الحقيقيه. وطبعا الاتنين بيقولوا ان هم اتكشفوا، بس تاي بيروح لسو بيقول لها انه اسف علشان جالها من غير اذن، وبيبقى عارف انها البنت اللي من الجماعه السياسيه. وتاي مش بيفضحها قدام باباها، وبيدخل تشان عليهم وبيصمم ان كيم تفضل قاعده معاهم علشان يحتفلوا كلهم بعيد ميلاد سو اللي بيكون النهارده. وبيقعد تاي مع سو لوحدهم وبيعمل نفسه حبيبها بجد، بس هي بتقوله انها مش عارفه هو بيخطط لايه. فبيقول لها ان هو اللي مش عارف هي بتخطط لايه علشان تبعت له صاحبتها. فبتقول له سو انها عايزاه يرفضها وبس، ولكن تاي بيقول لها انه معجب بكيم مش معجب بيها. بس سو بتقول له اياك تعجب بيها لان في مشاكل كتير هتحصل لو عملت ده. وكمان بتعرفه ان هي هتسافر لألمانيا وبتعمل كده علشان الفلوس مش اكتر، وهي مش معجبه بيه. بس لما المقابله بتخلص بيروح تاي لكيم وبيقول لها انه مش زعلان منها، وبيمسك ايديها كمان وبيقول لها انه عايز يقابلها من تاني لانه لسه معجب بيها. ولكن تشانج بيقاطعهم وبيجي علشان يودع تاي، وبتروح كيم لسو علشان تقول لها اللي حصل. بس سو بتحذرها من انها تقابل تاي تاني او حتى تعجب بيه. فبتقول لها كيم انها مش معجبه بيه طبعا، ولكن بتكون بتكذب على نفسها. وبيكون تاي مديها ورقه بالميعاد والمكان اللي هيتقابلوا فيه تاني، وهي بتقرر تروح له فعلا. وبيكون تاي مستني كيم وقتها، وفي نفس المكان بتكون بنت صاحب السكن اللي كيم عايشه معاهم موجوده في نفس المكان، بس بتبقى مغيره في شكلها تماما وبتعجب بتاي. وبتقرر انها تروح تقابله، بس الاول بتظبط الميك اب بتاعها. وبتروح كيم وقتها لتاي وبتبقى مكسوفه منه جدا، ولكنه بيقول لها انه قابلها علشان يسمعها الاغنيه بتاعته. بس هي بتقول له انها اسفه علشان خدعته، لكن بيقول لها انه مش زعلان منها بس عايزهم يستمروا في مقابله بعض. ولكن كيم بتقول له انها فقيره ومش من مستواه. بس تاي بيقول لها انه هيعترف لها بسر كبير، وهو انه يبقى ابن عشيقه ومش شرعي اصلا، بس عايش حياته عادي لان مفيش حاجه كانت بايديه. وبيحاول يثبت لها انه عادي انهم يبقوا مع بعض، بس بتقاطعهم اللي بتبقى عايزه تتعرف على تاي. ولكن كيم بتشوفها وبتتعرف عليها وبتاخدها معاها علشان يرجعوا البيت. ولكن البنت بتبقى مهووسه بتاي، وعلشان تاي يقدر يوصل لكيم بياخد رقمها على ايديه. ولما الباص بيوصل بتركب كيم مع البنت وبيمشوا. وتاني يوم بيروح تاي يستنى كيم تخلص شغلها علشان يوصلها البيت، بس كيم بتبقى شايفه انهم مش هينفعوا لبعض، وبتقول له انها مش مهتمه بالحياه هنا لانها هتسافر ومش هترجع تاني. وبتسلم عليه وبتسيبه، وهو بيبقى مصدوم. وبنعرف ان فريق جوانجو للجري قرر يخلي كل اعضاء الفريق يباتوا في مخيم مع بعض علشان يتمرنوا اكتر. وبنعرف ان ميونج وجونج زمايل في السكن مع 2 كمان. وفي يوم بتقوم البنت تنظف البيت كله، وكيم مش بتبقى فاهمه هي بتعمل كده ليه. ولكن جرس الباب بيرن، فبتروح تفتح وبتلاقي تاي في وشها. فبتحاول انها ما تدخلهوش البيت، ولكنها بتوقعه وبتبهدل هدومه. فبتيجي وهي زعلانه، وبتعرف كيم ان تاي يبقى مدرسها الجديد. وبيكون تاي بيعمل كده علشان يقرب من كيم مش اكتر، وعلشان يتاسفوا له على اللي حصل ده بيعرضوا عليه يبات معاهم. وفي وقت العشاء بيفضل تاي يشرب كتير مع ابوها لحد ما بينام، بس بعد شويه بيصحى وبيطلع يعزف على الجيتار بتاعه. وبتكون كيم بتتفرج عليه، فبيطلب منها تيجي تقعد جنبه، وبيقول لها انه اناني علشان بيدخلها في مشاكل، ولكنه فعلا بيحبها وعايزها بس تبقى حبيبته لحد ما تسافر، وده هيبقى كفايه عنده. وبنعرف بعدها ان كيم اتصدمت وقالت له انها هتقول له هي موافقه ولا لا، بس بعد ما تفكر. وبتروح بعدها كيم تقدم استقالتها في المستشفى، وبتقول انها هتمشي بعد شهر وتحديدا لحد ما تسافر. وتاي بيستغل انه كل يوم موجود في المكان اللي كيم ساكنه فيه، وبيروح يتكلم معاها. بس كيم بتبقى مكسوفه منه جدا، فبتقول له انها لازم تنام علشان وراها مشوار مهم بكره. فبيقول لها انه يروح معاها ومن غير اي نقاش. وفعلا بيتقابلوا تاني يوم وبيركبوا الباص مع بعض. وبيكون تاي جايب بيض مسلوق واكل الكيم، وبيقشر لها البيض بنفسه علشان تاكل. وبيكونوا رايحين لمخيم اطفال، وبتبقى كيم متعوده تعمل كده كل فتره علشان تزور الاطفال وتكشف عليهم. بس بما ان تاي موجود فبتعرض عليه ان هو اللي يكشف على الاطفال، فبيوافق فعلا. وبيخلص كل الاطفال
الاطفال وبيكون تعبان جدا، فبتكافئه كيم بكيكه وبتسيبه علشان وراها حاجات تعملها. بس تاي بعدها بيشوف بنت واقفه تتفرج عليه وهو بياكل، فبيديها حته من الكيكه. ولكن بعد شويه بيروح تاي بالبنت لكيم وبيقول لها انها تعبت جدا وبيكون مرعوب ومش قادر يتصرف، فبتهديه كيم وبتقول له ان البنت دي عندها التهاب في المعده والاكل غلط عليها. وبيفتكر تاي ذكرياته المؤلمه، وبنعرف انه لما كان بيدرس في كليه الطب كان اشطر واحد في دفعته، وكان بيجيله شاب اسمه كيونج، وكيونج ده كان صاحب تاي المقرب، كان بيجيله كل يوم بواحد مصاب وبيقول له يعالجه. ولكن في مره كيونج راح لتاي وعلى ظهره بنت بين الحياه والموت، والمره دي ما كانتش هزار، فبيقول له تاي يروح يطلب مساعده من اي عياده جنبهم لحد ما يعمل لها انعاش لقلبها. بس كيونج بيخرج من البيت ومش بيلحق يطلب مساعده لانه بيتقبض عليه لانه كان سياسي، والبنت المصابه دي هي زعيمه جماعه سياسيه. بس تاي مش بيقدر يلحق البنت دي، ومن وقتها وهو عنده صدمه ومش قادر يمارس مهنته لانها بقت عايشه على اجهزه وفاقده الوعي. وطبعا كل اللي حصل ده تاي بيقعد يحكيه لكيم، وهي بتقعد تهديه وبتقول له انه عمل كل اللي يقدر عليه. ومن اللحظه دي بتعرف انه فعلا فتى احلامها والشاب اللي بتحلم بيه. وبتقول سول باباها انها مش بتحب تاي ومش هتكمل معاه، بس باباها بيتعصب عليها وبيقول لها انها لازم تكمل في الجوازه دي لانهم هيفلسوا من غير مساعده عيله تاي علشان في مشاكل في المصنع كتير وكل اللي حواليه بيتامروا ضده. وبنعرف ان ابو تاي بيراقب ابنه وبيكون عارف كيم كويس لان باباها ليه سجل اجرامي، علشان كده بيروح ابو تاي لابو كيم واللي بيكون شغال بيصلح ساعات وبيقول له يصلح له ساعه. بس لما ابو كيم بيشوفه بيفتكره، بس ابو تاي بيقول له انه اكيد مش ناسيه، ولكن هو مش جاي علشان يفكره بايام زمان، بس بيحذره وبيقول له يخلي باله من بنته علشان شكلها هيحصل فيها نفس اللي حصل فيه. فبيروح ابو كيم بعدها علشان يزور ابنه في المعسكر، بس جونج بيطلع وبيشوفه وبيلاقيه راجل اعرج فبيسيبه ويمشي. بس بعد شويه بيسمع الراجل صوت صحاب ابنه فبيبص على ساعته وبيضطر انه يسيبه ويمشي. ولكن بعد شويه بيشوف ميونج اصحابه في المعسكر بيتريقوا على باباه علشان بيعرج، وبيكون في ولد هو اللي بيشجعهم على كده، فبيقوم جونج وبيضرب الولد ده علشان يوقفه. بنروح لسول اللي بتكون طلبت من تاي انها تقابله وبتترجاه يوافق يتجوزها علشان المصالح اللي بينهم وباباها ما يخسرش حاجه، ولكنه بيقول لها انه مش هيعمل كده لانه مش بيحبها وبيسيبها ويمشي. وبنرجع تاني لميونج اللي بيروح يشكر جونج على اللي عمله معاه وبيديله بسكوت هديه، وبتبقى دي بدايه صداقتهم. اما بقى عند تاي فبيبعت رساله لكيونج صاحبه وبيقول له انه مفتقده جدا وعايز يشوفه. وبنعرف ان كيونج وقتها بيكون في الجيش الكوري، بس كيونج مش بيبقى قادر يرد الرسائل دي لان القوانين بتمنعه، وبيشتري تاي ورد وبيروح يقابل كيم. ولكن كيم بتقول له انها عايزاه يخطب سو يتجوزها ويبعد عنها هي، فبيسالها تاي ليه بتقول كده، فبتقوله علشان المصالح اللي بين العيلتين تتم. بس تاي بيسالها هل هي هتبقى مبسوطه بكده، فبتقوله انها هتبقى مبسوطه وهي شايفه صاحبتها بخير. فبيقول لها تاي انه موافق يعمل كده وبيسيبها ويمشي من غير حتى ما يديها الورد. وتاني يوم بيروح تاي لبيت سو وبيطلب يكلم باباها وبيقول له انه موافق ان هو وسو يتخطبوا. من وقتها وتاي بيتجاهل كيم ومش بيكلمها خالص، ولما هي بتوقفه في مره بيقول لها انه هيخطب ومش عايز يضايق خطيبته. وبيروح جون بعدها لكيم وبيديها رساله وبيقول لها تديها لسو لانه عارف موضوع جوازها من الاخبار ومش عايز يسبب لها مشاكل. وبيكون مكتوب في الرساله انه بيتمنى لها كل خير وبيعرفها انه كان بيحبها وكان داخل بس الجماعه السياسيه علشانها هي. وتاني يوم بتروح كيم لتشان علشان طلب منها تيجي معاه مشوار مهم، وبيبقى عايزها تختار معاه بدله الخطوبه، ولكن في الحقيقه بيبقى عايز يشتري لها جزمه وفستان جداد. بس حظ كيم بيبقى وحش جدا، وده لان تاي بيكون بيشتري البدله من نفس المحل وبيفضلوا هما الاتنين واقفين مصدومين. وكمان بتكون سو موجوده علشان تشتري فستان الفرح وبتكون متوتره علشان عارفه علاقه تاي بكيم. وبالليل بتكون الدنيا بتمطر وبيروح ابو كيم للمكان اللي كيم عايشه فيه علشان يطمن عليها، ولكنها مش بتكون موجوده، فبيدخل يستناها في اوضتها. ولما كيم بترجع بتلاقي باباها بيقرا رساله جون وبيقطعها، وبيكون مفكرها في جماعه سياسيه وبيقول لها تخاف على نفسها علشان ما تضيعش منه زي ما ضاعت منه قبل كده. وبنعرف ان كيم اتقبض عليها قبل كده علشان اعمال شغب سياسيه، وكان كل اللي باباها قادر عليه هو انه يقول لها تعترف بكل حاجه علشان يسيبوها. ولما هي اعترفت اتأذت في حياتها، وبتقول كيم لباباها ان هو السبب في كل حاجه وحشه في حياتها وبتخليه يمشي وهو زعلان. وتاني يوم بتروح كيم تحضر حفله خطوبه سو تاي وبتكون دايسه على مشاعرها ومش قادره تبوح بيها. بس لما بتيجي كيم تمشي من الحفله بتلاقي تاي قاعد لوحده بره بيشرب سيجاره، بس تاي بيرمي السيجاره وبيسالها هل هي كويسه دلوقتي، فبتقوله انها مش كويسه وبتعيط كمان. ولكن تاي بيمسك ايديها وبيضحك وبيجري وهو شددها معاه. بس جون بيشوفهم وهما مع بعض وبيكون واقف جنب تشان فبيمشي من غير ما يتكلم. وطبعا غياب تاي بيكون باين، ولكن سو بتقول انه تعب واضطر انه يرجع البيت، ولكن في الحقيقه بيكون واقف مع كيم قدام بيتها. بس تاني يوم بيدخل ابو تاي عليه وبيضربه بالقلم مرتين علشان اللي عمله، وبيكون عايز يضربه القلم التالت، ولكن تاي بيمسك ايده فبيقول ان الموضوع ده لو اتكرر تاني مش هيحصل له خير، وبيعرفه ان سو خطيبته مستنياه تحت. فبينزل تاي علشان يقابلها، ولكنها بتاخد بالها انه مضروب على وشه، بس هي بتبقى عايزه تقول له ما يكررش اللي حصل في الخطوبه علشان ما بقتش عارفه تقول له اي حاجه. وبيكونوا مضطرين يمثلوا ان هم بيحبوا بعض كمان. وبيطلب تشان من تاي
تاي ان هم يتقابلوا ويشربوا مع بعض لانهم هيبقوا عيله واحده. بس فجاه تشاي بيقول لتاي انه عارف كل حاجه لانه شافه في حفله الخطوبه لما هرب مع كيم. بس تاي بيستفزه وبيقول انه مش متضايق على سوء اخته لكنه متضايق على كيم لانه بيحبها زيه بالظبط. وتاني يوم بيروح تاي لكيم تاني وبيقول لها ان هم عايزين يتقابلوا بالليل، فبتقول له كيم انها فاضيه بس بيجي لها مشوار مهم وهو انها لازم تخرج مع اخوها. فبتروح هي وتاي مع بعض وبيتفاجئوا ان ميونج جايب جونج معاه وبيقول ان صاحبه، وبيبقوا كلهم مستغربين من الصدفه دي وهو ان اخواتهم الصغيرين بقوا اصحاب هما كمان. بس تاي وجونج مش بيكونوا بيحبوا بعض، او تحديدا جونج مش بيحب تاي وتاي بيعنده، ولكنهم بيروحوا مع بعض الملاهي وبيقضوا يوم حلو. بس كيم بتكلم تاي وبتقول له ان جونج صغير ولازم يلاقي اخوه كبير جنبه والمفروض يعامله بطريقه احسن من كده. وفعلا بيتقبل تاي كلامها، وفي طريق رجوعه للبيت مع جونج بيقول له ان هم اخوات والمفروض يحبوا بعض. بس جونج بيعيط وبيقول له ان كل الناس بتقول عليه ابن غير شرعي وابن العشيقه وما يعرفوش الحقيقه، وهو ان تاي هو ابن العشيقه. فبيلعب تاي في شعر جونج وبيقول له ان هو الابن الشرعي وبيطبطب على كتفه وبيقول له ما يزعلش ولو اي حد كلمه يقول له الحقيقه. وفي يوم بيرجع تشان وهو سكران للبيت واللي بتستقبله هي سو، بس تشان بيخرف في الكلام وبيقول لسو ان تاي بيخونها مع كيم. فبتروح سو تاني يوم لكيم وبتقول لها ان تشان عارف ان هم بيحبوا بعض وفي اي لحظه ممكن يبوظ كل خطتهم، وبتطلب سو من كيم انها تخلص وراها وتسافر بسرعه وما تبوظش حياتها. فبتقول لها كيم انها غلطانه في كل حاجه عملتها علشانها. وبنعرف ان في ايام الثانويه سو كانت سياسيه متعصبه وكانت محتاجه حد يساعدها في توزيع المنشورات، فبتوافق كيم انها تساعدها، ولكن كيم اتقبض عليها وعلشان سو باباها شخص مهم فما اتقبضش عليها. فبتكون كيم حزينه جدا من اللي حصل، بس بسرعه بيجي لها تاي وبيخليها تخرج من مود الحزن ده، وبتكون اسعد الاوقات هي اللي بيقضوها مع بعض. بس تشان مش بيقدر يستحمل وبيروح لباباه وبيحكي له على كل حاجه وبيطلب منه يلغي خطوبه تاي. ولما بترجع سو البيت بتلاقي ابو تاي في بيتها وبيكون عارف اللي ابنه بيعمله، فبيتاسف لها هي وباباها وبيقول لهم انه هيصلح كل حاجه بنفسه ويربي ابنه كويس. وبيوصل تاي كيم لاقرب مكان لبيتها وبيسيبها ويمشي، ولكنها بتتخطف ومش بتلحق تدخل البيت. وتاني يوم بيروح تاي لكيم وبيعرف من ابو ان تاي ما جاتش من امبارح اصلا، فبيروح يسال عنها في المستشفى وبيعرف انها كانت واخده اجازه وما جاتش برضه. فبيعرف تاي وقتها انها اتخطفت، فبيروح لمركز الشرطه علشان يعمل بلاغ باختفائها. بس الضابط لما بيعرف انها مختفيه من 12 ساعه بس بيفتكر ان ده حب مراهقين وبيقول له انها ممكن تكون في بيت اهلها او جدتها. فبيروح تاي لميونج المعسكر وبيساله عن اخته وبيعرف ان هي ساعات بتختفي بسبب الشغل، وبيديله عنوان بيتهم علشان لو حابب يروح يسال بنفسه. فبيروح كيم للعنوان فعلا وبيقابل عيله كيم وبيعرفهم انه حبيبها، فبيستقبلوه وبياكلوه وبيعرفوا انه دكتور وبيكونوا فرحانين بيه جدا، ولكنه مش بيحب يقلقهم وبيمشي من غير ما يعرفهم موضوع اختفاء بنتهم. ولكن بيقابل كيم في طريق رجوعه وبيجري عليها وبيقول لها انه كان قلقان جدا عليها. بس كيم بتساله هو عارف ازاي عنوان بيتها، فبيقول لها من ميونج وبيقرب منها، ولكن كيم بتبعد عنه وبترفض تمسك ايده حتى، وبتقول له ان اللي خطفها هو ابوه وبيبقى هو نفس الضابط اللي كان مسؤول عن قضيتها وهي في ثانوي. وبيعرفها ان اكبر غلطه هي عملتها انها وقعت في حب ابنه، وبيقول لها انه عارف ان هي مسافره لالمانيا علشان تدرس، وبيمنعها انها تقرب من ابنه تاني وبيخليها تمشي. فبتروح كيم لتشان وبتقول له انها عايزاه في خدمه، وعلشان هو عنده معارف كتير بتكون عايزاه يسال حد في وزاره الخارجيه عنها وعن رحلتها وورقها. فبيعرف ان هي ممنوعه من السفر واوراقها مرفوضه. فبتقول له كيم ان ده بسبب ابو تاي وده عقابه ليها. فبينهار تشان لان هو السبب في اللي حصل ده، وبيقول لها انه هيساعدها بكل طاقته علشان يخليها تسافر. بس كيم بتقول له ما يحاولش لان كل المحاولات هتفشل، وبتقول له انها عايزه تبقى لوحدها وبتسيبه وتمشي وهي مصدومه. وبتروح كيم لاهلها وقتها وبتقول لهم انها ممنوعه من السفر بسبب ان باباها صاحب سوابق جنائيه. وبنعرف ان ابو تاي خلاها تشوف صحيفتها الجنائيه وعرفت ان والدها كان سياسي قديم، وبسبب اللي عمله هي هتتمنع من السفر. وطبعا ابو كيم مش بيكون عارف يرد عليها، ولكنها بتتعصب عليه وبتقول له انه سبب اي حاجه وحشه حصلت لها في حياتها. بس في الحقيقه ابو كيم كان بريء من كل التهم دي. بس في يوم ابو تاي بيقبض عليه بسبب ان اخوه كان سياسي كبير، ولانهم ما كانوش قادرين يقبضوا عليه فقالوا يقبضوا على اخوه، وفضلوا يعذبوا فيه لحد ما اصابوه في رجله، واضطر انه يعترف على نفسه علشان يسيبوه عايش ويرحموه. وطبعا لما مامة كيم بتحكي لها كل ده بتمشي كيم وهي مصدومه، وبتعرف سو من تشان ان كيم ممنوعه من السفر وكل ده بسببه علشان فضح علاقتها مع تاي. بس سو بتقول لتشان ان هي السبب في كل حاجه وهي اللي خلت كيم تقابل تاي من الاول وتخليهم يحبوا بعض. وبيستنى تاي رجوع باباه للبيت وبيترجى انه يسامحه هو وكيم ويخليها تعيش حياتها من غير اذى، ولكن ابوه بيكون بارد جدا وبيقول ان اللي بيعصيه مره مش بيفرح تاني في حياته، وبيضرب
وبيضربه بالقلم مرتين، وبيقول له انه هيسافر مع سول مدينة سول وهيتجوزها وينسى خالص كيم دي. وبترجع كيم تاني لشغلها بعد ما عرفت انها مش هتسافر، وبيروح تاي لكيم وبيقول لها ان دي اخر مرة هيشوفوا بعض فيها لانه جاي يودعها علشان هو مسافر مع سو ومش هيرجع تاني. وبيقول لها انه بيعتبر حياته هما الاسبوعين اللي كانوا مع بعض فيهم، وبيتمنى لها حياة سعيدة من غيره. فبتقول له كيم ان هي كمان بتتمنى له حياة سعيدة وبتمشي. وفعلا تاني يوم بيسافر تاي مع سو، وده بيكون غصب عنه. وفي سول بيلاقوا ثورة هناك، وبيعرفوا ان الاعتراض السياسي مش بس في جوانجو، وبيروحوا للبيت اللي المفروض يعيشوا فيه. وبترجع كيم لحياتها العادية تاني، ولكنها بتكون عايزة تفرح اخوها الصغير، وبتروح له معاها كمية كبيرة من الفراخ المقلية وبتخليه ياكل هو واصحابه. وبتدي اكل لجونج بنفسها، وبيكون بيفكرها بتاي. بتروح سو تقعد في كافيه لوحدها، ولكنها بتقابل سياسيين هناك كان بيجمعهم علاقات مشتركة، ولكنها بتسيبهم وبتمشي لانها بتكون قررت تبعد عن الطريق ده. وبترجع البيت وهي منهارة، وبيحاول تاي يهديها وبيوديها زيارة للبنت اللي هو فشل في علاجها، وبيقول لها ان دي كانت زعيمة جماعة سياسية، وبيعرفها انه من وقتها وهو مهتم بيها وبينقلها معاه في كل مكان يروح فيه. وبيقول لها ان ده ممكن يكون مصيرها، وبيخليها تختار اللي هي عايزاه. وتاني يوم بيصحى تاي بسبب سو اللي بتقول له انها عايزاه يتمشى معاها علشان تقول له حاجة، وبتعرفه انها راحت لكيم قبل ما يسافروا بساعات، وبتعرفه ان كيم مش زعلانة منه بسبب باباه، ولكنها خايفة عليه من اللي باباه ممكن يعمله فيه وفيها. فبيروح تاي لكيم وبيقول لها انه مش قادر يستحمل فراقهم، وكل ما يعرف ان هو السبب في فراقهم بيتعب اكتر. ولكن كيم بتجري عليه وبتحضنه، وبتقوله ان هي كمان مش قادرة تنساه، وبيطلب منها انه يبات معاها الليلة دي، وهي بتوافق. بس بنعرف ان في حالة طوارئ اتفرضت على جوانجو بسبب الثورات واعمال الشغب اللي بتحصل فيها، وبيجمع ابو تاي الجنود اللي تحت قيادته علشان يتصرفوا في اللي بيحصل ده، وبيكون كيونج من ضمن الجنود دي. وتاني يوم كيم بتكون المفروض تروح شغلها، بس تاي بيقول لها انه عايز يقضي معاها اليوم ده وهيستناها لما تخلص شغلها في اي مكان. وبيروح لبيت جون صاحبه، ولكن بيلاقي البيت متكسر ومفيهوش حاجه سليمه. بيكون في حد عايز يهجم على تاي، وبنكتشف انها سو، وبتكون هي كمان حنت لايام الماضي وكانت عايزه ترجع تزور صحاب الجماعه، بس الواضح ان في حاجه حصلت في غيابها. ولكنهم بيلاقوا مين داخل عليهم وهي ساندة عضو من الجماعه، وبيكون عمال ينزف. وبتقول لهم مين ان الجيش استولى على المدينه، واي شاب بيلاقوه في وشهم بيضربوه، وجون مختفي ومش لاقيينه. وفي الوقت ده بتكون كيم في الباص، وبيكون في عسكري من الجيش عايز يضربها، ولكن بيحميها تاي وبياخد الضربه مكانها. فبيضربوا العسكري ده وبيبقى عايز يخنقه، بس كيم بتضرب العسكري بعصايه وبتهرب هي وتاي، ولكن تاي بينزف من دماغه. فبتوديه كيم للمستشفى، وهناك الدكتور بيكشف عليه وبيعرف انه دكتور، وكمان بيكونوا صحاب لانهم كانوا في نفس الجامعه. وبيعرف الدكتور كيم ان تاي عنده ارتجاج خفيف في المخ، وبيعرفوا ان في حظر تجول ولازم يباتوا في المستشفى لحد الصبح. وتاني يوم بيصحى تاي وبيلاقي كيم لابسه لبس الممرضات وبتشتغل كمان، وبيعرف ان في اصابات كتير بسبب الاحتجاجات وهي لازم تساعدهم. فبيجي لهم الدكتور وبيدي لتاي بالطو، وبيقول له انه دكتور زيه ولازم يساعد في الزحمه دي. فبيلبس تاي البالطو فعلا وبيمارس مهنته، ولكنه بيكون خايف. بس الدكتور صاحبه بيحاول يشجعه، بس بيتفاجئ تاي ان في مريضه بيعالجها تبقى صاحبه تلمسته، وطبعا بتكون موجوده وبتنبهر بيه كالعاده. وبيعرف تاي انها اتضربت على دماغها، ولكنها بتكون كويسه ومجرد نزيف بس من مناخيرها. بس بعد شويه بيعرف تاي من صاحبتها انها طلعت بره المستشفى تشم هوا، فبيروح لها تاي علشان يكشف عليها بنفسه، ولكنه بيلاقيها فاقده الوعي بسبب نزيف داخلي. فبينادي على اي حد يساعده، ولكن مفيش حد بيسمعه. فبيفتكر اللي حصل له وبيكون مصدوم وخايف يعمل اي حاجه، ولكن بيعرف ان كده هتموت. فبيفضل يعمل لها انعاش يدوي. وبتلاحظ كيم غياب تاي، فبتدور عليه وبتلاقيه بينعش فبيطلب منها مساعده، وهي بتروح تنادي اي دكتور، ولكنه بينجح في انه يرجع وعيها. وبيكون تاي مصدوم من اللي حصل له، بس كيم بتقول له ان بقت كويسه، وده بفضله هو لان لولا ما كانوش لحقوها. وبيجي ابوها وبيكون قلقان عليها جدا، وبيفضل يشكرهم هما الاتنين. وبتعرف سو ان الجماعه السياسيه بتاعتها بقت عنيفه، بقت عايزه ترد الاذى للجيش، واشتروا اسلحه وبيوزعوها على بعض. وفي نهايه يوم متعب في المستشفى بتكون كيم وتاي ماشيين، والدكتور هيوصلهم، بس بيجي ابو كيم وبيكون عايز يطمن عليها، ولكنها بتكون زعلانه منه. فبيقول لها تاي انه هيروح مع الدكتور يشوفوا اي مريض يعالجوه في الشارع لحد هي ما تخلص كلام مع باباها. فبتقول كيم لباباها ان هي مش عايزاه يقرب من حياتها تاني، وهي دلوقتي بتحب تاي وهتتجوزه وهيعيشوا مع بعض. ولكن فجأة بتيجي ممرضة لكيم بتقول لها ان الدكتور وتاي عملوا حادثة. فبتروح كيم بسرعة للطوارئ، وبيلاقوا الدكتور مصاب وبينزف، ولكن كيم مش بتلاقي تاي. وبتعرف من الدكتور لما بيفوق ان في عربية خبطتهم وخطفت تاي كمان. وبتروح سول للمستشفى وبتجري على كيم علشان تطمن عليها، ولكن كيم بتعيط وبتقول لها اللي حصل لتاي. وبنعرف ان ابو تاي هو اللي خطفه، وبيبقى رابطه ورميه في مكتبه في البيت، وبيقول له انه حذره من الرجوع لجوانجو، ولكنه مصمم يعصيه. لا وكمان بيساعد الثوار وبيعالجهم. فبيقول له تاي انه هيبقى العقبه اللي في حياته ومش هيسمع كلامه ابدا. بس ابو تاي بيحط لزق على بق ابنه علشان محدش يسمع صوته. بس تاني يوم بيسمع جونج صوت خبط في مكتب باباه، فبيروح يفتح الباب وبيشوف اخوه مرمي على الارض ومصاب. ولكن في الوقت ده بيقفل ابو تاي الباب، وبيقول لجونج ما يفتحش الباب تاني،
والا هيأذيه هو كمان. وبتعرف مامة جونج ان تاي محبوس في المكتب، فبيدخل ابو تاي وبيشيل اللزقه من على بقه، فبيصرخ تاي باعلى ما فيه، ولكن ابوه بيقول له انه محدش هيسمعه لانه يتيم ووحيد ومن غيره كان هيبقى مشرد ومش لاقي ياكل. بس تاي بيقول له انه مش يتيم ولكن هو اللي يتيم، لانه هيكتشف مع الوقت انه محدش عايز يعيش معاه ولا بيعتبره عيلته، ولكن وقتها هيبقى الوقت فات. فبيتعصب عليه ابوه بيقول انه هيسيبه ينزف ويجوع لحد ما يموت وبيسيبه ويمشي. وبنروح لابو كيم اللي بيبقى خايف على ابنه وبنته، فبقى يقضي اليوم كله قصاد مستشفى كيم ومعاه ميونج اخوها. بس بيلاحظ ميونج ان باباه معاه ساعة ايد مش بتفرقه ابدا، فبيقول له بابا ان دي ورث العيلة وبيتوارث بين الاجيال. وبنروح لجونج وبنعرف انه مرعوب من اللي شافه من باباه وبيكون عايز يمشي من البيت، وبيقول لمامته انه مش مستحمل يشوف اخوه بيتعذب. فبتروح مامة جونج لتاي وبتشربه ميه، ولكن تاي بيطلب منها انها تحرره لانه لازم يروح لحب حياته في المستشفى، ولكنها بتكون خايفة علشان في حراس على الباب. وبنعرف ان جون بيتعذب على ايد ابو تاي برضه، بس جون بيكون مرعوب فبيقول له انه صاحب ابنه وبيترجاه يسيبه، ولكن ابو تاي بينزل عليه ضرب بكل عنف لحد ما بيقتله. وبنعرف ان كيم قررت تكمل في شغلها علشان تنقذ الارواح البريئة، ولكنها بتكون تعبانة جدا، فبتشوف تاي وراها وبتفكره وهم، ولكنها بتقرب منه وبتلمسه وبيكون حقيقي، فبتترمي في حضنه وهو بيهديها. وبنعرف ان مامة جونج قدرت تبعد الحراس عن تاي وحررته، وطبعا بتتعاقب عقاب شديد من جوزها. وبيروح ابو كيم لتاي وبيديله دفتر توفير وبيكون محوش فيه فلوس كتير لبنته، وبيطلب من تاي يتجوز بنته ويهتم بيها ويديها الساعة دي لانها اهم حاجة، وبيعرفه انها ورث العيلة. فبياخد تاي منه الحاجة وبيقول له ما يخافش. وبيروح ابو كيم مع ميونج علشان يرجعوا البيت، وبتوصلهم مين لاقرب مسافة لبيتهم وبتديهم خريطة علشان يرجعوا، ولكن في طريقهم للبيت بيسمعوا صوت عساكر من الجيش، فبيستخبوا لحد ما يعدوا من جنبهم، ولكن بيكونوا بيدوروا على اي حد وخلاص. فبيقول ابو ميونج لابنه انه هيطلع يتصرف معاهم علشان يبعدهم عنه، وبيحذروا انه لو سمع اي حاجة ما يطلعلوش. وبيتفق تاي وقتها مع كيم انهم يروحوا الكنيسة علشان يتجوزوا في اسرع وقت. وبنعرف ان ابو تاي اتوقف عن شغله لان تم اكتشاف اعمال ابنه، وبيروح تاي وكيم للكنيسة وبيبداوا مراسم الجواز، وكل واحد فيهم بيبقى محضر قائمة اماني في حياتهم المستقبلية، ولكن كيم مش بتلحق وبتلاقي راهب الكنيسة داخل عليها وبيقول لها ان باباها مات. فبتروح وبتلاقي ميونج قاعد يعيط قدام جثة، وبتشيل الغطا من على الجثة دي وبتكون باباها فعلا، فبتنهار وبتفضل تقول له يصحى ويبطل يخوفها عليه. وبنعرف ان الجماعة السياسية المعارضة قدرت تلاقي ميونج مستخبي، وكان ميونج مفكرهم هيقتلوه ولكنهم انقذوه ورجعوا جثة باباه كمان. وبيدي تاي لكيم الحاجة اللي باباها اداها له، وبتعرف كيم ان باباها كان بيحبها وما كانش قاصد يأذيها في حياتها بالشكل اللي هي مفكراه. وبعدها بتطلب مرات ابو تاي من جوزها الطلاق، وان هي وجونج هيسيبوه يمشوا، بس الخدامة بتيجي وبتقول لهم ان جونج هرب من البيت وقال لها قبل ما يمشي انه هيروح لاخوه المستشفى. وبيروح تاي يخلص اجراءات الدفن بتاعت ابو كيم، ولما بيرجع لها تاني بيعرف ان في حد طلب يشوفها وهي طلعت من المستشفى. وبنعرف ان في حد كان جاي لكيم مخصوص علشان يقتلها، ولكن اللي بيلحقها هو جونج اللي اتضرب بالنار مكانها. وفي الوقت ده اهل جونج بيجوا المستشفى وبيسمعوا صوت ضرب النار، فبيروحوا للصوت وبيلاقوا كيم بتعالج رجل جونج اللي بتنزف. بس بيجي تاي وبيشيل اخوه علشان يجري بيه لجوه المستشفى، ولكن ابو تاي بيمسك ايد جونج، بس جونج بيبعد ايده عنه. وبيعرف ابو تاي وقتها ان كلام ابنه الكبير كان صح وان هو اليتيم ومحدش بيحبه. وفي الوقت ده ميونج بيبقى مستني اخته عند جثة باباه، وبيعرف من الناس اللي جنبه ان الجثث هتتحرق، ولكن بيبقى عايز مامته وجدته يشوفوا باباه قبل ما يتحرق. فبياخد خريطة من مين اللي بتبقى مسؤولة عن اهالي متوفين وبيجري علشان يرجع البيت. ولما بترجع كيم بتعرف من مين ان اخوها مشي، فبتروح هي وتاي بالخرايط علشان يدوروا عليه في طريق الرجوع، ولكن الطريق بينقسم لاتنين وبيبقى لازم يتفرقوا، فبيودعوا بعض وبينفصلوا. وبتقدر كيم تلاقي اخوها قبل ما العساكر يلاقوه لانهم كانوا قريبين منهم جدا. وفي الوقت ده بيتقبض على تاي من العساكر، ولكن كيم بتبقى لازم تضحي بنفسها وبتطلب من اخوها انه يجري باسرع ما فيه، وبتديله ساعة باباهم. وبتطلع هي للعساكر وبتقول لهم انها ممرضة، بس واحد من العساكر بيشوف ميونج وبيبقى عايز يضربه بالنار، بس كيم على طول بتقف قدام الطلقة وبتاخدها مكان اخوها. وبيجري عسكري ورا ميونج، وبنعرف انه كيونج صاحب تاي ولكن بيبقى طيب وبيخلي ميونج يجري، بس بيشوف ساعة مرمية على الارض فبياخدها وبيرجع لكيم وبيلاقيها مصابة وبتموت ومرمية على جنب الطريق. فبيروح كيونج علشان يتأكد هي ميتة ولا لا، بس هي بتكون لسه عايشة، وبتسأله اذا كان اخوها مات فبيقول لها انه لسه عايش. ووقتها كيم بترتاح وبتسلم نفسها للموت، فبيديها كيونج الساعة اللي كانت على الارض وبيمشي وهي بتموت. وبنعرف ان تاي كان هيموت برضه، ولكن بيجي عسكري طيب وبينقذه وبيقول له انه عارفه وبيقرر يخليه عايش. ومن اليوم ده بيحاول تاي يدور على كيم المفقودة ولكن مش بيلاقيها. بس بنروح بعدها لسنة 2021 وبنعرف ان تاي قرر يبقى دكتور ويكمل حياته، وبيكون لسه زي ما هو مجنون. وبيروح يقابل صاحبة قديمة ليه، والصاحبة دي تبقى سو، وبيبقوا هما الاتنين عجزوا بس لسه علاقتهم زي ما هي. وبتقول له سو ان هي جايبه له هدية، والهدية دي بتكون ميونج اخو كيم، فبيفرح تاي وبيقول ان اخيرا شملهم اتلم من تاني. ولكن سو وميونج
وميونج بيعيطوا، وبيقول ميونج لتاي ان هم لقوا كيم ميتة، وفجأة بيتحول تاي العجوز لشاب مراهق بيعيط على حبيبته، وبنعرف ان هم لقوا بقايا جثث تحت الارض، ولقوا معاها ساعة يد، ووقتها اتعرف ميونج عليها، ولكن تاي بيلاقي مع الساعة ورقة، ودي تبقى قائمة اماني كيم، وكانت بتتمنى انها تموت قبل تاي وهو يعيش حياته وينجح فيها، ولكنها بتتمنى انه ما ينساهاش ابدا. فبيضحك تاي وهو بيفتكر كيم، وبنعرف انه حاول يخلص على نفسه اكتر من مرة ولكنه ما نجحش، وعرف ان القدر بيقول له يكمل حياته ويفتكر كيم على طول. واخيرا بيقدر تاي يدفن بقايا كيم وبقى يروح يزورها، ومع كل زيارة بيحس ان هو راجع شاب من تاني. وبكده يكون خلص مسلسلنا. اتمنى يكون عجبكم، ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم، وشكرا.